يقول لك ليش تنتقد المسلسلات اليمنية؟ يا أخي النقد بناء، النقد للاستفادة، لتحسين أدائهم في القادم، في السنة القادمة، في الشهر الجاية. يعني مثلا أنا انتقد نبيل الآنسي، هو نجم كبير وممثل رائع، بس بالله عليكم ها وش جاب الحليب اليمني ليده؟ حليب يمني، حليب بالموز، حليب بالموز يمني، وش جاب ليده؟ طيب أنت لابس لي لبس من عهد العصر الحجري، لابس حاجة من عهد العصر الحجري، ها وجاب الحليب اليمني لخوه. يا اخي انا اكره الطبيعه، هذا الذي فيك. دائما كل ما ادي لك اي حاجه تشفط ابوها. حالي يا زوج الصبح. قوم قوم امي عوالم بتدور عليك من الصباح، يلا. طيب انت لما تنتقدهم باحترام، يعني ما بنستخف بأحد او نستحقر احد. نبيل الآنسي ممثل كبير ونجم معروف، يعني لا غني عن التعريف، لكن المخرج يوم يعطيه حليب باليماني، حليب بالموز بيمني، يعني انت جايب له لبس من قبل من عهد العصر الحجري وشبكت بالموضوع. هاي سعيدة نعم، حليب بالموز. الحين يجي يقول لك واحد انت مثلت بحق عثمان وانت بتنتقد. الموضوع مش موضوع انك لازم تمثل بمسلسل قيامة عثمان او ارطغرل، او مش ضروري تكون انك قد مثلت. الموضوع انه لازم انت لما تخرج مسلسل وفيه نجوم كبار، لازم المشاهد يعني يعيش اللحظة، يهيم بهذا المسلسل، يحزن لا حزنه، يفرح لا فرحه، يعني يعيش اللحظة معهم. لكن انت عايش باللحظة بالعصر الحجري، وبدي لك هاي سعيد بعصير، الله يرحم هاي سعيد، وبدي لك العصير بالموز من مصانع هاي سعيد، ولبسه لبس يعني لابس جلد خروف. يعني قلتكم الله كيف ما ننتقد هذا؟ وايش صنف للمخرج؟ ويقول لك واحد اخر مثلا، انا احترم الذي انتقدوا نقدنا، قالوا مثلا هذه على قد فلوسهم، هم يلا كل واحد بمعاشه، يلا ماشي معاهم. طيب نحترم هذا كله، بس ايش بيكلفوا لو جاب له زير من حق الزير سالم ذولاك الدوحه القديم وشرب منها؟ وش بيخسر؟ $2 $2. يعني وش الموضوع مش كلافه. فهمتوا كيف؟ انا ما استخف او استحقر، احنا نريد يتحسنوا، نريد ان يكونوا للافضل. حليب يماني ما يقعش بمسلسل مثل هذا، عمره 700 سنه وبدالي حليب بالموز. قلتكم الله يصبر، قلتكم الله، خربتوا قد كنا مندمجين. الحين يجي يقول لك هذا انت دخلت بحق مسلسل عثمان، الحين بتسوي. لا، مش الموضوع ما يحتاج تدخل ولا ما تدخل. ولا بيجي يقول لك انت الحين هم انتقدوك وانت جيت. ما انا انتقدني انا، حسدوني حسد. على ايش انتقدني؟ انا جيت بسيف وجيت مبارز وبالدوله العثمانيه يا حبيبي، ايوه بالدوله العثمانيه وخلف عثمان، خلف عثمان، قيامه عثمان. بايش ينتقدني؟ والله الا الحسد. وانت عارف وانا عارف المكان الذي ما قدروا يوصلوا له، الذي وصلنا له احنا، خلاهم نبحوا من تحت كل حجر. ولا ما ننتقد هذول باحترام، ماشي عندي لهم اي. نتمنى يكون الاداء القادم افضل، واي ملاحظه انا بنزلها، اي ملاحظه في اي. طبعا هذا بالحلقات الاولى، وش عاد القادم؟